ايه اللي هتعمله صوفيا بعد ما خسرت كل حاجة علشان تنتقم من بلا وعثمان، خصوصا بعد كشف سر حليمة ونجاة بلا من فخ صوفيا. صوفيا معروف عنها الخطط الماكرة والمؤامرات الخطيرة، لكن المرة دي هتخطط للعبة تعمل تهديد كبير للسيد عثمان. تابعنا في الإعلان صوفيا بالزي التركي، يا ترى بتخطط لإيه؟ أعتقد خطة صوفيا هتكون تهديد مش بس للسيد عثمان لكن كمان للمغول. صوفيا قررت مهاجمة المغول بالزي التركي علشان تعطي انطباع ان الاتراك هم اللي هاجموا المغول، على الرغم ان صوفيا متحالفة مع المغول الا ان ده جزء من لعبة كبيرة. الهدف من مهاجمة المغول هو زيادة التوتر بين الاميرة المغولية إيسان بيكا والسيد عثمان، لان هيعتقد المغول ان تم الهجوم بواسطة السيد عثمان، وبالتالي هيزيد العداء بين المغول وعثمان. خطة صوفيا هتكون خطيرة لأن دايما المغول بيتفاعلوا بسرعة مع الأحداث بدون تفكير. الأميرة المغولية إيسان بيكا هتغضب بشدة بمجرد سماع الخبر، وهتصدق إن السيد عثمان هو اللي هاجم المغول، وبدون تفكير هيبدأ المغول بهجوم كبير على السيد عثمان. لو نجحت صوفيا في الخطة فهتكون مواجهة كبيرة بين المغول والسيد عثمان. كان دايما الأميرة إيسان بيكا خططها سرية، لكن بعد الهجوم هتكون مواجهة السيد عثمان صريحة وعلنية. هل هيقدر السيد عثمان على إفشال لعبة صوفيا ولا هيكون في مواجهة كبيرة ضد المغول؟ قولولنا في الكومنتات توقعاتك للحلقة الجاية. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.